برج الأسد، يا برج الأسد، 7 حاجات لازم تعملهم في شهر رمضان هيغيروا حياتك، هيبعدوا الحزن، هيبعدوا الهم، هيبعدوا حاجات كتير منغصة عليك حياتك، هيبعدوا العيون الوحشة اللي عليك، هيبعدوا الناس اللي بتديك طاقة سلبية وبيوجعوا دماغك. صدقني الحاجات دي لو عملتها طول شهر رمضان حياتك كلها هتتغير. الشهر ده عوض ليك، فلازم تستغل الشهر ده بجد استغلال صح. فاسمع الفيديو ده وسيبه عندك لانك هتحتاجه طول شهر رمضان. وصلى على النبي في البداية، ويلا بينا اقول لكم كده ال7 حاجات اللي لازم انا وانتوا نعملها في شهر رمضان بما اني اسد اللهم لا حسد. اول حاجة، ابدأ يومك بدعاء نابع من قلبك، لازم يكون من قلبك. انا عارفة ان انت قلبك ابيض يا برج الاسد، فما تقول الدعاء ده من قلبك شوف الخير بقى، شوف الجمال. لو عملتها تحس بطاقة إيجابية عالية، ثقة بنفسك، هدوء داخلي، هتحس بحاجة كده حلوة. طب أنا أقول إيه يا هبة دلوقتي؟ أنا هقولك تقول ألهم اجعل يومي مليانا نورا ورضا وهديني لمن تحب وترضاه. يعني يعني بص الدعاء أصلا جميل. انت عايز قلبك مليان نور ورضا، وعايز ربنا يهديك للي هو شايفه صح. فصدقني ده حاجة هتفيدك قوي. تاني حاجة واهم حاجة ان انت تصوم عن الغضب والانفعال. طبعا انت عصبي جدا 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 يا اسد، جدا. صوم، اعصابك تعبت، انت هتموت قبليهم بسبب عصبيتك الزياده، فخلي بالك. طيب قوليلي بقى اعمل ايه؟ طيب انا هقولك، لو عملت كده هتحس براحه نفسيه، علاقتك هتبقى افضل، هتلاحظ ان الناس حواليك بتقدر هدوءك، ان انت بلاش العصبيه، حاول تتحكم شويه في نفسك. ودايما قول الدعاء دوت اما تلاقي نفسك متعصب، اللهم اجعل صبري طويلا وغضبي مقيدا وارزقني السلام الداخلي. وشوف بقى السلام الداخلي اللي هيكون جواك هيبقى عامل ازاي. احفظ الفيديو ده عندك، انا بقولك هيفيدك طول شهر رمضان، انا بقولك اهو. تالت حاجة، قدم مساعدة لشخص محتاج او فعل خير. يا لهوي، شفت الحسنة ب10 اضعاف، بجد والله. انت لو عملت كده تحس بسعادة حقيقية وطاقة ايجابية، وناس اكتر حواليك بيحبوك وبيحترموك، حاجة حلوة كده. ودايما نقول اللهم اجعل يدي تمد بالخير لكل محتاج وبارك لي في اعمالي الصالحه يا رب يا رب. قولوا يا رب كتير من جوه قلبكم، قولوا يا رب من هنا للصبح. رابع حاجه، خصص وقت ان انت تتامل او تقرا قران. هنختم القران السنه دي مع بعض كل الاسود وكل الناس. لو انا اخر شهر رمضان ما ختمتوش معايا القران انا هبقى زعلانه منكم بجد. احنا اسود جامدين، هنختم القرآن السنة دي مع بعضينا. اوكي اوكي، انا شفتك اللي قلت لي اوكي. طيب هتحس على فكرة بهدوء، تركيز اعلى واتزان في التعامل مع المشاكل اليومية اللي انت فيها. ودايما نقول اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور طريقي. وشوف بقى الحياة قدامك هتكون عاملة ازاي. خامس حاجة، شارك كلمة طيبة أو مدح صادق لشخص حولك. يعني تقول له كلمة طيبة لا تمدح فيه، مش عيب. هتلاحظ قوة الروابط الاجتماعية، هتشعر بالسعادة في قلبك. ودايما قول اللهم اجعل كلامي سبب فرحا وسلام للناس، وسلام بين الناس. فهتلاقي نفسك عندك سلام وجواك كده حاجات حلوة كتير. 6، بلاش التباهي طول اليوم، وبلاش الفشخرة، بلاش الإحساس ده. أنا عارفاك يا أسد، أنا عارفاك، فبلاش. هتحس بتواضع كبير، راحة نفسية، والناس حولك هتحبك أكتر، وطاقتك هتزيد بشكل إيجابي. ودايما نقول اللهم اجعل قلبي متواضعا ولساني رطبا بذكرك. ودايما اذكر ربنا في نهار رمضان وفي ليل رمضان. انا عايزه نطلع من الشهر ده نضاف يا اسود، من جوه كده يبقى نضيف. احنا انا عارفه ان انتوا نضاف بس اكتر، لبن بحليب زي الجنه كده ان شاء الله. ركزوا 7، ركزوا في التراويح والدعاء على اهدافك واحلامك. ده بقى وقتك ان انت تدعي فيه، هتحس بطاقه روحانيه عاليه، اهدافك هتبدا تتحقق تدريجيا، وهتلاحظ تغيرات ايجابيه في حياتك. ودايما قول اللهم اجعل صلاتي خالصه لوجهك وحقق لي ما فيها الخير لي ولعائلتي ولاحبابي. ودايما ادعي باللي انت نفسك يتحقق.
باحلامك انت، هتتحقق لك واحده واحده. انت بتتكلمي صح يا هبه، بتكلم صح، وانا كمان هعمل معاكم اللي انا بقوله ده. فيلا بينا نبدا من النهارده. انتوا فين؟ خلص الكلام، سلام.